لو انا في تانية اعدادي ولسه عندي دروس ما ذاكرتهاش قبل الامتحان، يا ترى اعمل فيها ايه؟ عندك 5 مواد اساسيه: العربي والعلوم والرياضه والانجليزي والدراسات. اول حاجه هي العربي، واصعب حاجه تقريبا بتكون فيه هي النحو محتاج انك تفهم القاعده وبعدين تقعد تحل عليها قطع كتير. اما الحاجات اللي ما ذاكرتهاش في النصوص حاول تحفظها على قد ما تقدر. كمان ركز على امتحانات السنين اللي فاتت، هتلاقي معظم الاسئله متكرره فيها. ركز على الاسئله المتكرره لان معظمها هي اللي بتيجي في الامتحانات. تاني ماده معانا هي العلوم. لو في حاجات كتير واقفه معاك في العلوم او مش عارف تذاكرها او ما ذاكرتهاش من اول السنه، انت حاول انك تحفظهم او تقراهم على قد ما تقدر، او امتحانات السنين اللي فاتت لان اكيد هيجيلك منها اسئله في الامتحان. ركز على الاسئله اللي بتتكرر كتير في امتحانات المحافظات. ركز انك تحفظ القوانين عشان تعرف تحل المسائل. تالت مادة هي الرياضة ما فيهاش لك كتير، يعني تقدر تلمها بسرعة. انها بتحتاج انك تفهم الدرس ويقول ايه وبعدين تحفظ القوانين، واخر حاجة واهمها انك تحل كتير، وانك كمان تشوف حد بيحل كتير. وفي قناة على اليوتيوب مبسطة تقدر تراجع منها الرياضة، القناة دي اسمها قناة يلا نفهم ماس. رابع مادة هي الانجليزي، ودي اهم حاجة تعملها فيها انك تحفظ اهم الكلمات اللي بتتكرر في الامتحانات، وانك تحفظ كمان كلمات كل يونت. وركز اكتر على الجرامر وحل امتحانات كتير عليه، لان الحاجات اللي انت واقع فيها هتتظبط معاك لما تحل امتحانات كتير، وخاصه امتحانات السنين اللي فاتت. في قناه جميله جدا جدا على اليوتيوب اسمها قناه مستر عمرو رجب، القناه دي عليها كميه فيديوهات كبيره جدا تقدر تستفيد منها في المراجعه. خامس ماده هي الدراسات. لو انت ما ذاكرتش دروس كتير فيها، اول حاجه ممكن تعملها هي انك تمسك الدرس تقراه قراءه كامله بتركيز، وبعدين تحفظ الدرس حته وبعدين تجيب امتحانات السنين اللي فاتت وتبدا حل فيها، والسؤال اللي ما تعرفش اجابته ابحث عن اجابته في الكتاب وذاكره كويس، لان معظم اسئله الدراسات بتبقى جايه في الامتحانات قبل كده. بعض المواد زي الدراسات او العربي ممكن ما تحتاجش منك وقت كتير، يعني ممكن تلمهم في يوم او يومين وبس كده. دي كانت خطة الانقاذ لتانية اعدادي. اعمل سيف للفيديو واعمل فولو عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.